تخيل إنك تكون واقف على البحر في يوم عادي، وفجأة تسمع صريخ ناس بيستنجدوا وبيغرقوا. قدامك اختيارين: تفضل واقف وتتفرج، أو تنزل البحر وتحاول تنقذه. زياد شاب عنده 18 سنة، ما فكرش كتير، نزل البحر عشان ينقذ 6 أشخاص، ونجح فعلا في مساعدتهم والخروج بيهم من المية. لكن في الوقت اللي 6 أشخاص رجعوا للشط، زياد نفسه مرجعش. ودي كانت بداية واحدة من أكتر الوقائع المأساوية اللي حصلت على شاطئ البيطاش في غرب اسكندرية. في صباح يوم عادي اتحول لكارثة. الساعة كانت حوالي 7 الصبح يوم الأحد. شاطئ البيطاش في العجمي كان بدأ يستقبل الناس، وزياد كان موجود في المكان لأنه كان بيشتغل في واحد من الكافيهات اللي موجودة على الشط. زياد كان شاب عنده 18 سنة، وطبقا للشهادة اللي كانوا يعرفوه كان معروف بحسن أخلاقه واحترامه للناس، وكان كمان بيعرف يعوم كويس. والأهم من كده إنه كان قبل كده ساعد في إنقاذ ناس من الغرق، يعني البحر ما كانش حاجة غريبة عليه. لكن صباح اليوم ده كل حاجة كانت مختلفة. صريخ جاي من البحر. فجأة زياد سمع أصوات استغاثة، بص ناحية البحر، شاف 6 أشخاص جوه المية بيحاولوا يخرجوا، لكن حالتهم كانت صعبة. والأخطر إنهم كانوا نازلين في منطقة مش مخصصة للسباحة، وكانت الراية الحمراء مرفوعة على الشط، وده معناها إن السباحة في المكان ده خطر جدا. لكن في اللحظة دي زياد موقفش يفكر، شاف ناس بتغرق فنزل. زياد اندفع ناحية المية وبدأ يحاول يوصل للأشخاص اللي بيستنجدوه، وفي نفس الوقت رجال الإنقاذ الموجودين في المنطقة كانوا بيحاولوا يساعدوه هم كمان. المية كانت صعبة، لكن زياد قدر يوصل لعدد منهم ويساعدهم إن هم يخرجوا. واستمرت محاولات الإنقاذ لحد ما نجح رجال الإنقاذ وزياد في إخراج الأشخاص ال6 من المية. الناس بدأت تخرج للشاطئ واحد ورا التاني، واللحظة اللي كان المفروض تكون نهاية سعيدة لعملية الإنقاذ اتحولت فجأة لكارثة. زياد اختفى. بعد ما خرج ال6 أشخاص، الكل بدأ يدور على زياد. فين زياد؟ ليه لسه مطلعش؟ أصحابه بدأوا ينادوا عليه، لكن مفيش رد. بدأ رجال الإنقاذ وأصحابه ينزلوا المية ويدوروا عليه، واحد بيغطس والتاني بينادي باسمه، والتالت بيحاول يبص وسط الأمواج. القلق بدأ يتحول لخوف، لأنهم كانوا عارفين إن زياد دخل البحر مخصوص عشان يساعد ال6 اللي كانوا بيغرقوا، لكن هو نفسه اختفى. استمرت عمليات البحث جوه المية عن زياد. أصحابه ما كانوش عايزين يصدقوا اللي بيحصل، كانوا بينادوا عليه وبيغطسوا وبيحاولوا يوصلوا ليه بأي طريقة لحد ما قدروا يلاقوه. لكن اللحظة دي كانت أصعب لحظة في اليوم كله. زياد تم انتشاله من المية، لكن للأسف كان فارق الحياة. وبحسب الرواية تم انتشال جثمانه حوالي الساعة 7:30 صباحا، يعني بعد حوالي نصف ساعة من بداية الواقع. نص ساعة بدأت باستغاثات وانتهت بوفاة شاب عنده 18 سنة. أصحابه فضلوا قاعدين جنب جثمانه. أصحاب زياد
حملوا جثمانه ناحية إحدى الشماسي الموجودة على الشط، وغطوا جسمه وقعدوا جنبه في حالة من الصدمة والحزن. اللي كان أصعب عليهم إن زياد ما كانش نازل البحر عشان يتفسح أو يعوم، هو نازل عشان ينقذ الناس. الحمد لله إن هو نجح فعلا في إنقاذهم، لكن هو نفسه ما قدرش يرجع. الأشخاص الستة اللي زياد ساعد في إنقاذهم كانوا خرجوا من البحر وسابوا المكان ومشوا، وبحسب الرواية أصدقاء زياد فوجئوا إنهم مش موجودين وقت وصول الشرطة، وما قدروش وقتها يعرفوا تفاصيل عنهم. يعني الأشخاص اللي خاطر زياد بحياته عشان ينقذهم رجعوا لحياتهم، أما زياد فكانت دي نهايته. مين كان زياد؟ زياد ما كانش مجرد شاب بيشتغل على الشط. الناس اللي عرفته كانوا بيقولوا إنه كان محترم وطيب وبيساعد غيره، وكان بيعرف يعوم كويس، وسبق ليه إنه ساعد ناس من الغرق. لكن زياد كان عنده حلم أكبر من شغله، كان بيعشق كرة القدم من وهو صغير، وكان نفسه يبقى لاعب محترف، وبالفعل تم قبوله في نادي السكة الحديد، وكان عنده أمل يكمل مشواره في الكورة، لكن ظروفه ما سمحتلوش إنه يكمل، ومع ذلك حلمه ما اختفاش. محمد صلاح كان مثله الأعلى. والد زياد حكى إن ابنه كان بيحب محمد صلاح جدا، وكان دايما بيتكلم عنه وعن رحلة كفاحه، وكان بيقول لباباه تشوف محمد صلاح اجتهد وجابها من تحت خالص وربنا كرمه. زياد كان شايف إن الإنسان مهما كانت بدايته بسيطة يقدر يوصل لو اجتهد وصبر، وكان كمان بيحب الشخصيات اللي عملت حاجة كويسة في حياتها، وكان معجب جدا بالدكتور مجدي يعقوب، وكان شايفه نموذج للإنسان اللي ساب أثر حقيقي في حياة الناس. حلم ما اكتملش، يعني كان لسه في بداية حياته، لسه قدامه أحلام، ولسه كان ممكن يكمل في كرة القدم، ولسه كان ممكن يشتغل ويكبر ويحقق أي حاجة نفسه فيها. لكن القدر كان ليه رأي تاني. خرج زياد عشان يشتغل، سمع استغاثة، دخل البحر، أنقذ 6 أشخاص، وبعدها فقد حياته. القصة دي كلها حصلت في نص ساعة، وفي آخر يوم في حياته عمل هو كمان حاجة هتخلي الناس تفتكره. يمكن زياد ما قدرش يرجع للشط، لكن قبل ما يرحل قدر يدي 6 أشخاص فرصة يرجعوا لأهلهم، ورحل هو. قصته فضلت موجودة وهتفضل موجودة، قصة شاب شاف ناس في خطر، ما سألش نفسه أنا مالي، سأل نفسه سؤال واحد بس: إزاي أنقذهم؟ وده كان آخر قرار أخده في حياته، وأكتر قرار هيخلي الناس تفتكره. ندعيله بالرحمة، ربنا يغفر له ويسكنه فسيح جنته ويصبر أهله جميعا.